انا فاكر موبايل لن يتكرر الاوبو رينو 10 برو بلس، وكان قيمة سفاحة مقابل السعر. يا ريت موبايل قوي في الكاميرات والبروسيسور ومش شبيه الايفون في الفئة المتوسطة والفئة المتوسطة العليا. اريد شراء افضل موبايل متكامل ككاميرات وتصوير الفيديو 60 فريم، شاشة، مقاومة خدوش ومية، اداء. اشتري ايه؟ اخي بدي هاتف متكامل ولكن بركز اكتر على الالعاب. دول مجرد سؤالين من مجموعة اسئلة هجاوبهم معاك خلال الفيديو، فلو عندك اي سؤال مبدئيا كده انزل اكتب سؤالك تحت في الكومنت. ما تنساش تعمل اهم حاجه انك تصلي على النبي، اعمل لايك. اما دلوقتي بقى خلينا نخش في تفاصيل الفيديو كالعاده، ونبدا مع اول سؤال من اسئلتكم الرايقه. اهلا وسهلا بيكم، انا محمد ودي قناه امك ريفيوز. واول سؤال معانا بيقول: انا فاكر موبايل لن يتكرر الاوبو رينو 10 برو بلس، وكان قيمه سفاحه مقابل السعر. خليني اقول لك ان جزء من كلامك هو منطقي وجزء من كلامك هو مش صح، لان اولا الاوبو رينو 10 برو بلس اول ما نزل كان سعره غالي، كان فلاج شيب كيلر، ما كانش بيقدم اي قيمه نهائي مقابل السعر. ولكن في مرحله ما بعد فتره طويله عدت عليه، الموبايل فجاه سعره اتحرق للنص ونزل في السوق المصري، كان بيتباع بسعر فئة متوسطة، وهنا فعلا كان بيقدم قيمة سفاحة على كلامك مقابل السعر، وكان ما يتعوضش وما كانش فيه موبايل قادر انه ينافسه. بس هو كموبايل كان في الاول موبايل عادي جدا، لظروف ما حرق سعره اللي نزل خلاه ممكن الى حد ما يكون صفقة ما تتعوضش بس في الوقت اللي سعره نزل فيه. لكن في الطبيعي هو موبايل عادي سهل انه يتعوض، وحصل كتير وشفنا موبايلات اقوى منه بمراحل وباسعار اقل منه كمان. ولكن فكره موبايل لن يتكرر بيبقى موبايل من بدايته هو لن يتكرر. واكتر موبايل انا شايفه لن يتكرر زي ما قلت هو الاوبو فايند اكس، ككونسبت، كطريقه، كموبايل على بعضه هو فعلا كان موبايل لن يتكرر. وخصوصا فكره استغلال الحواف في وقتها، وفكره الموتور بتاع الكاميرات في وقتها، وشكل الموبايل عامه، والظهر المستقبلي الفاضي اللي ما فيهوش ولا كاميرا باينه، ده كان شيء استثنائي في ساعتها. اونر باور 2 اقوى من اونر وين بكتير من ناحيه البطاريه، برغم ان البطاريه بنفس الحجم. الموضوع كله بيرجع لاستهلاك الطاقه، واستهلاك الطاقه ده في حاجات كتير متوقفه عليها، زي المعالج، زي الريفريش ريت بتاعت الشاشه، زي دقه الشاشه وغيره. وعايز اقول لك ان الاونر وين شاشته 185 هرتز، لكن شاشه الاونر باور 2 هي اقل في الريفريش ريت، فبالتالي بتكون موفره اكتر في استهلاك الطاقه. ده بيخليك تشوف ان الاونر باور 2 هو فعلا بيطول اكتر من الاونر وين. بس كحجم بطاريه لو هنبص على البطاريات بعيدا عن استهلاك الطاقه اللي بيحصل، الاتنين واحد. بس زي ما قلت لك في حاجات بتحدد مين الموبايل اللي يقعد اطول من مين. واونر وين الشاشه بتاعته سفاحه، بتستهلك كتير في الطاقه. انا معايا الريدمي نوت 14 برو ال 4 جي، اجيب الريدمي نوت 15 ال 5 جي ولا في حاجه احسن تحت ال 15000 ويكون شاشه قويه، بطاريه كويسه، والكاميرا والاداء يأدي الغرض؟ انا شايف بصراحه ان الريدمي نوت 15 افضل بمراحل من الريدمي نوت 14 برو. ولكن انت لو ما بتفكرش في البراند ممكن تبص على التكنو كمن 40 برو الاول. لو انت مالكش في تكنو ممكن تجيب الريدمي نوت 15 ال 5 جي، فعلا موبايل كويس، ويعتبر هو والتكنو اعلى موبايلين قيمه مقابل سعر تحت ال 15000. الفيفو في 60 لايت ال 5 جي افضل ولا الريدمي نوت 15 ال 5 جي؟ لا بصراحه ما فيش مقارنه. فيفو بالنسبه لي متكامل اكتر، عشان الشاشه المسطحه، عشان السوفت وير المستقر جدا، والشبكات الاقوى، وكمان البطاريه وسرعه الشحن، وكمان المعالج بتاع فيفو على فكره اقوى في الاداء اليومي، واقوى بالنسبه للارقام والبنش ماركس. المعالج الموجود في الفيفو معالج محترم، يعتبر هو اقوى معالج دلوقتي لحد 15 16 الف جنيه. كل سنة وانت طيب يا أستاذ محمد، وانت بخير يا حبيبي وبصحة وسلامة. يا رب يكون عيد سعيد عليك وعلى كل اللي حواليك. هل الاونر اكس 7 دي ال 5 جي خيار جيد ولا لا؟ علشان عايز العب العاب خفيفة ومتوسطة واتفرج. ممكن ردك؟ بص انا رأيي بصراحة لا. انت بتقول عايز العب، وهو في الالعاب مش الافضل، في افضل منه. وكمان بتقول عايز اتفرج على محتوى، وهي شاشته اي بي اس، فمش هتكون مريحه ليك في مشاهده المحتوى. ومش الشاشه الاي بي اس اللي بتكون كويسه في مشاهده المحتوى، لا حتى على مستوى الالوان، ولا على مستوى زوايا الرؤيه، ولا حتى على مستوى السطوع. فانت لو بتدور على موبايل كويس بالنسبه للالعاب وبالنسبه لمشاهده المحتوى، عندك اختيارات تانية افضل، على راسهم مثلا الانفينكس نوت 50 اس، سعره في حدود 12 وشويه. الموبايل ده فعلا موبايل كويس، هيقضي الغرض معاك بالنسبه لاحتياجاتك انت.
يا ريت موبايل قوي في الكاميرات والبروسيسور ومش شبيه الايفون في الفئه المتوسطه والفئه المتوسطه العليا. انت لو عايز موبايل قوي في المعالج وقوي في الكاميرات مش شبه الايفون، لو فئه متوسطه عليا هقول لك الشاومي 15 تي برو، الموبايل ده قوي جدا. او ممكن تفكر في الاونر وين على فكره. وبالمناسبه الاونر وين دلوقتي بقى صفقه قويه جدا، لان الضريبه بتاعت الاونر وين نزلت من 15,000 لتقريبا 4 5000 جنيه، فبقى بيقدم صفقه سفاحه مقابل السعر. لو بنتكلم في الفئه المتوسطه بقى، ممكن تبص على الموتورولا ايدج 60 برو، الموبايل ده فعلا محترم قوي قوي على مستوى الكاميرات والمعالج ومش شبه الايفون. بعد اذنك لو تعرف تشوف تليفون للمذاكره والعاب خفيفه وتكون بطاريته حلوه واي كاميرا وخلاص، وسعره يكون حوالي 10,000 او اقل، وكل سنه وانت طيب. وانت طيب يا حبيبي وبصحه وسلامه. انا شايف بصراحه من وجهه نظر الشخصيه، انت عايز موبايل للمذاكره، اي موبايل هيقضي الغرض معاك للمذاكره، ولكن خليك في السامسونج اي 17. الموبايل ده كويس، والنسخه الفور جي منه تقريبا 628 في حدود 9000 جنيه. عايز حاجه بطاريه افضل شويه وقوه شبكات احسن شويه وشكل شاشه افضل شويه بس هتاخد معالج اقل شويه، ممكن تبص على الفيفو في 50 لايت الفور جي. الموبايل ده كويس برضه وينفع معاك عادي للمذاكره، مفيش اي مشكله. لو سمحت يا استاذ محمد، ايه الموبايلات المتوفره ب 9000؟ انا هشتري قسط استخدامي لعبه بابجي وعايز بطاريه كويسه وشبكات كويسه وبراند محترم، ومش بهتم بالكاميرات او نوع الشاشه. انا كنت مستخدم للريدمي نوت 13 الفور جي وكان ممتاز في كل حاجه، بس اديته لامي وشكرا وكل عام وانت بخير. ربنا يا رب يكرمك يا رب على اللي انت بتعمله مع والدتك. يعني في الفئه دي خليك في التكنو سبارك 30 برو، موبايل محترم قوي قوي على فكره وسعره اقل من كده. وخد بالك الموبايل ده سعره هيزيد، لازم هيزيد، لان فعلا الموبايل ده خطر على كل الموبايلات اللي تحت 10,000 جنيه. أريد شراء أفضل موبايل متكامل ككاميرات وتصوير الفيديو 60 فريم، شاشة، مقاومة خدوش ومية، أداء. أشتري إيه؟ انفينكس نوت 60 ألترا، ريدمي نوت 15 برو بلس، فيفو في 70، سامسونج اي 56، اس 26 اف اي، نيو 8. كل الموبايلات دي أولا مش متوافقة مع بعضها، يعني موبايلات في فئات سعرية مختلفة. أنت بتقارن موبايلات فلاج شيب بموبايلات فئة متوسطة بموبايلات فئة متوسطة عليا. لو هتكلم على الفئة المتوسطة يبقى الانفينكس نوت 60 ألترا موبايل قوي جدا، سعره على فكرة في حدود من 380 ل 400 دولار. لو هنعلى شوية في الفئة السعرية يبقى حاجة زي الفيفو في 70، او لو انت بتحب سامسونج ممكن تروح تجيب السامسونج اي 56، بس انا شايف الفيفو في 70 افضل. لو احنا بنتكلم في فئه اعلى من كده ممكن تبص على الاس 25 اف اي، والاس 26 اصلا اف اي لسه قدامه شويه حلوين على ما ينزل، فهو مش موجود اصلا. بعيدا عن سامسونج ممكن تبص على الريلمي نيو 8. اما لو بتتكلم عن فلاج شيب بقى اللي هو الاونر ماجيك 7 وال8 برو، فرايي بصراحه سيبك من اونر، ممكن تجيب الفيفو اكس 300 برو موبايل قوي جدا، او تجيب الاس 26 الترا. الموبايلات دي بالنسبه لي احسن من الاونر. معالج الفيفو واي 51 برو كويس وهو موبايل حلو، انا اشتريه على العيد ويكون موجود وبسعر كام ويكون في بديل. بحبك موت انا مصطفى، حبيبي يا مصطفى، انا كمان بحبك. بالنسبه للفيفو واي 51 برو الموبايل للاسف هو مش موجود لسه، مش معروف هينزل مصر امتى، فانا ما اقدرش اوعدك واقول لك الموبايل هيكون موجود في العيد، حتى سواء كان العيد ده او العيد اللي بعده اللي هو العيد الكبير، مش عارفين لسه الموبايل هينزل امتى. بس هو موبايل يعتبر محترم، اتمنى بس تسعير كويس من فيفو. ايه افضل، الفيفو في 60 لايت ولا الريلم 15 ولا الاونر اكس 9 دي؟ كلهم نفس السعر 18,000. اولا الفيفو مش ب 18، الفيفو 8 256 دي النسخه اللي انصح بيها ب 15,500. سيبك خالص بقى من النسخه ال 12 256. بالنسبه للاونر، الاونر اصلا سعره دلوقتي 20,000 جنيه. لو انت لقيته ب 18 وموجود هو والريلمي وبتفاضل ما بين الاثنين، هقول لك لو انت بتدور على البطاريه والاداء الاونر، لو بتدور على بطاريه اداء كاميرات، بس طبعا بطاريه واداء مش في قوه الاونر، هو اقل شويه، بس عايز الكاميرات مهمه بالنسبه لك، يبقى ساعتها الريلم 15. عايز توفر وتاخد موبايل محترم، يبقى ساعتها تروح تجيب الفيفو في 60 لايت ال 5 جي 8 256. سيبك خالص من النسخه ال 12. افضل موبايل في حدود 15، بطاريه واداء، مش مهم الكاميرا والالعاب. وشكرا جزيلا وكل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب يا حبيبي. انا رايي بصراحه فيفو في 60 لايت ال 5 جي ده ملك فئه ال 15,000 من وجهه نظري حاليا، موبايل فعلا ممتاز، نسخه 8 256 في حدود ال 15 ونص. ايه اقوى موبايل من حيث الاستخدام والالعاب والتصوير، انفينكس نوت 60 الترا ولا بوكو اكس 8 برو؟ وهل الفرق بين المعالجين؟ انا رايي بصراحه الانفينكس نوت 60 الترا متكامل اكتر، موبايل مميز اكتر، بيقدم تجربه كاميرات ممتازه. بوكو مش موجه للكاميرات على الرغم من انه بيقدم معالج برضه محترم مش قليل. البوكو اقوى كمعالج شويه بس مش بفرق كبير لان ده الجيل الجديد منه، بس كموبايل على بعضه الانفينكس نوت 60 الترا سفاح. اخي بدي هاتف متكامل ولكن بركز اكتر على الالعاب. ما دام بتركز على الالعاب هنتكلم من اول الفئه المتوسطه العليا للفلاج شيب كيلر. موبايل متكامل او هاتف متكامل يكون في الفئه المتوسطه العليا، رايي بصراحه الموتورولا ايدج 60 برو، معالج قوي موجه للالعاب وفي نفس الوقت الكاميرات وبقيه الحاجات التانيه كويسه. لو فئه الفلاج شيب كيلر هقول الشاومي
15 تي برو او الاونر وين، ده اقواهم من وجهة نظري. والموبايل ده على فكرة ضربته دلوقتي 4 5000 جنيه، فبقى صفقة مميزة. اخر سؤال معانا في الفيديو، سامسونج اي 18 هينزل امتى وهيكون سعره كام؟ وهل هيكون بنفس سعر الاي 17 الفور جي؟ لسه ما فيش اي كلام رسمي عن الموبايل ده وايه مواصفاته بالظبط النهائيه، كله مجرد تسريبات. اول ما يتاكد كل حاجه اكيد هعمل فيديو وابلغك بكل شيء. هينزل امتى؟ المفروض الفترات اللي جايه تقريبا ممكن يكون على نهايه النص الاول من 2026 او بدايه النص الثاني من 2026، لسه برضه مش معروف. وبس كده، وبكده نكون وصلنا نهايه الفيديو. اكيد لو عندك اي سؤال انزل تحت الفيديو في كومنت اكتبه لي. ما تنساش لايكك، سبسكرايبك، فعل الجرس عشان يوصلك مني دايما كل جديد. وكالعاده انتظرني فيديو جديد، وسلام.